رسالة إلى الحاج عامر، يا ريت بعد إذن حضرتك يعني كده تجهز الجدول بتاع الموسم الجاي عشان الموسم اللي جاي نار 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 نار. عندنا كأس العالم للأندية تاني زي ما أنت عارف، وعندنا السوبر ليج الله أعلم هنلعبه ولا لأ، وعندنا دوري أبطال أفريقيا، وعندنا كمان السوبر الأفريقي، وإن شاء الله بعون الله السوبر المصري. ده غير أصلا المنتخب عنده كأس أفريقيا، فيعني إيه ربنا يعينك يا حاج عامر، والف مبروك لكل جمهور الاهلي على الفوز. الفيديو ده معمول مخصوص علشان نحتفل كلنا تاني كده ونفكر بعضينا بشويه حاجات مهمه ليها علاقه بالموسم ده والموسم اللي جاي لازم ناخد بالنا منها. وليها برضو شويه اسئله وجوديه كده، هل الاهلي بقى بعد ما احنا كسبنا افريقيا والدنيا تمام والحياه حلوه لسه عنده نواقص، ولا الدنيا كده تمام ومش محتاجين حاجه؟ تعال ندردش في التفاصيل. وانا احمد ياسر، وده برنامج جول مشترك. لازم تشترك على القناه وتدينا اللايك الحلو على الفيديو ده وتعملوا شير. عايزين نوصل الفيديو دوت بقى ل 1000 لايك، يعني انا نفسي اوصل للرقم ده. انا ما عدتش 250 يا اخوانا، فساعدونا شويه في ايه، شدوا حيلكم كده معانا. وبعدين طبعا في جروب موجود عندنا تقدر تشترك عليها، جروب بتاعت الفيسبوك بنتناقش فيها في كل الحاجات اللي انت عايز تتناقش فيها. موجود اللينكات بتاعتها تحت مع اللينكات بتاعت السوشيال ميديا. بنتكلم عن فوز الاهلي بال11، وان شاء الله تكون دي حلقه تاريخيه عايزين نوصلها ل 1000 لايك. زي ما انا قلت في اللايف امبارح، مفيش حاجه جديده بتحصل، مفيش حاجه مختلفه بتحصل. الاهلي هو الاهلي، وبنكسب البطوله وبناخد البطوله. زي ما انا كنت بتكلم معاك بقول لك ما تقلقش، لان الاهلي بيعرف يلعب بره ارضه كويس. وجبت لك مثال للرجاء، وجبت لك مثال لماتش بيراميدز، وجبت لك يا اخي من الصفاقسي ومن ايام 2008 لما كنا بنلعب القطن الكاميروني. كنت عايز اكتر من كده ايه؟ ولكن كان في قلق، وانا برضو عذر الجمهور ان كان في قلق كبير جدا، لان النتيجه برضو الى حد ما كانت مقلقه، وادائنا في الشوط الاولاني بالذات ما كانش باين قوي ان هو كويس، وكان في شويه مشاكل. وهنا انا هتكلم في سير المباراه في شويه نقط صغيره جدا، هي دي الاهم. انا اتكلمت يمكن يكون شويه امبارح بشويه تفاصيل، ولكن كولر كان في التصريحات بتاعته بيقول احنا ما بدأناش الماتش زي ما احنا عايزين. انا كنت عايز اللعيبه بتاعتي تضغط اكتر من كده، ولكن الفرقه اللي قدامي هي اللي كانت بتضغط علينا اكتر، والفريق بتاعي تراجع بشكل اكبر. ودي كانت نقطة واضحة جدا في الشوط الأولاني، إن كانت السيطرة بنسبة كبيرة جدا للوداد، والوداد كان بيدور في السيناريو بتاع الماتش على حاجة واحدة فقط، إن هو يجيب فيك هدف في بداية المباراة ويفضل يموت المباراة طول المباراة لحد ما يجي آخر 10 دقائق وينتشر جول. ولكن السيناريو الحمد لله إن هو ما مشيش بالمنظر ده، لأن في الشوط الأولاني كنا قريبين قوي من السيناريو ده بسبب الهدف اللي دخل. الوداد من اول ما دخل الماتش بيدور على حاجه واحده فقط لا غير، انا عايز اخد ضربه ثابته على حدود ال 18 لان انا بجدها بشكل كويس جدا. وانت كنت كل اللي بتعمله في الشوط الاولاني انك بتستناه لحد ما يجي لك عند بيتك قدام منطقه ال 18 بتاعتك وتعمل معاه فاول، وكانت النتيجه بتاعتها ممكن تدمر لعيب اسطوره من الاساطير بتاعتك وهو علي معلول. ليه؟ لان الكوره اللي دخلت فيه الجون، اولا اللعيب اللي كان رايح على القريبه اللي كان المفروض ان هو يطلعها بدماغه كان علي معلول، واللي عمل اصلا الفاول ده كان برضه علي معلول. فبالتالي القصه كانت هتروح ان علي معلول كان سبب من الاسباب الهدف اللي دخل فيك في الماتش الاولاني، وكان سبب من الاسباب اللي خلى دخل فيك الهدف الثاني في الماتش الثاني. فبالتالي كانت ممكن تبقى نهايه اسطوره، ويبتدي الجمهور يقلب على علي معلول رغم رصيده الكبير، بس يحمله جزء كبير قوي من الخساره. وده كان واضح جدا في تصريحات علي معلول، وكان واضح في انفعاله بعد ما عمل الاسيست، كان واضح في انفعاله بعد عياطه بعد الفوز ان كان الضغط كبير جدا على علي معلول. ولكن علي معلول راجل، وانا بقول له ما تقلقش رصيدك كبير ونقدر نشيل. بس في حته مهمه كده لازم اتكلم عليها بس بعد ما اكمل لك سير الموضوع. فمع القلق والضغط اللي كان موجود في الشوط الاولاني والمشكله اللي عملها معلول، الفرقه كلها اتوترت اكتر، وكان اكبر شخص توتر في الفرقه وخرج بره المباراه من وجهه نظري هو حسين الشحات بعد محاوله شد الحكم. شده الحكم دي كانت ممكن تكلف حسين الشحات طرد، وحسين ما قدرش ان هو يحافظ على انفعالاته ما بقيه المباراه كلها حتى في الشوط الثاني، اللي من وجهه نظري الكلام ما بين اللعيبه وبعضيها وما بين المدرب ومحاوله تهدئتهم نفسيا في الشوط ما بين الشوطين كانت سبب مهم جدا في تحول المباراه ان الدنيا تمشي بالشكل اللي انت شفته قدامك. يعني اولا حسين الشحات الوحيد اللي كان خلاص من الشوط الاولاني هو خرج بره الماتش تماما، ولكن في الشوط الثاني مع نزله كهربا، ولو شفت كده في بدايه الشوط الثاني لو حد قدر يتفرج عليها، كهربا نازل بيهرج مع ونجم وبيتكلم معاه، ده معناه ان كهربا ما خرجش بره المباراه، هو موجود بس بيحاول يهدي الامور شويه وبقى اهدى نفسيا. الناحيه الثانيه برضو محمد عبد المنعم راح يتكلم مع الحكم بكل ادب وذوق، والمواضيع كانت بسيطه، رغم ان محمد عبد المنعم من الاشخاص الانفعاليين اللي كان ممكن يكون سبب من خسارتك للمباراه، ولكن كان سبب مهم جدا ورئيسي في مكسب للمباراه دي وهدف هيخلد في تاريخه لفترات طويله قوي 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 قوي. فانت نازل الشوط الثاني نفسيا احسن، لسه عندك بعض من الخوف، وعندك ميزه تانية اكبر بقى اللي انت بتلعب عليها، ان الوداد من اول ما بدا الجيم وهو عالي نفسيا عليك.
هو حاسس ان هو احسن منك وان هو اقوى منك، والوقت بعد الهدف اللي جابه وكل ما الوقت بيمر وانت بتنفعل وبتتعصب عليه اكتر، ده بيخليه يثق اكتر ان الموضوع هيمشي بالمنظر ده. لومي الوحيد على اللعيبه في الحته دي ان لازم تبقى عارف انك لما هتلعب في المغرب او في تونس ده الحال بتاع الجمهور. المفروض ان انت وانت صغير زينا كنت بتشوف ايه اللي بيحصل، ده بتشوفه قدام عينك دلوقتي. رغم التهيئه الكبيره المهمه جدا اللي عملها الجهاز الفني والجهاز الطبي لفكره الجمهور ومشغلين اصوات الجمهور طول الوقت حوالين اللعيبه عشان اللعيبه تحس بيه، الا ان الموضوع دوت كان مشكله كبيره برضو ما حسيناش بيها في الشوط الاولاني، ولكن في الشوط الثاني حسينا انها اتحسنت كتير. يجي الجون بتاع عبد المنعم، انت بقى اللي بتمشي المباراه بالشكل بتاعك، انت اللي عايز تضيع وقت وهم بيجروا ان هم يجيبوا الكوره، والكوره بقت تحدف في الملعب عادي والدنيا بقت تمام. عادي يا جماعه، دي كوره، ده عادي في الكوره مفيش فيه اي مشكله. لكن اللي مش عادي في الكوره انك تبقى منفرد بالجون مرتين ورا بعض، والمرتين ورا بعض تضيع انفرادين. ده محمد شريف اخر 10 دقائق معاك كورتين انفراد تخلص المباراه وتقفلها وتمشي من المغرب كسبان برضو 2-1. الا ان انا ما اعرفش محمد شريف كان بيفكر في ايه في الفترات اللي هو نزل فيها. وهنا هطلع بقى من فكره الماتش وسير المباراه ليه احنا محتاجين ايه، لان احنا عندنا مشاكل. احنا اللي زال لحد دلوقتي باللي احنا شايفينه في الفرقه فيها مشاكل، مش زي المشاكل اللي كانت موجوده قبل كده، لان كولر شغال حبه حبه وكل مره بيطور من حاجه، ولكن ستيل لسه عندنا فعلا مشاكل. اول مشكله الراجل الزملكاوي المشجع اللي راح واقف قدام الفريق في المطار والزمالك ووداد ومش عارف ايه والكلام ده كله، في فيديو انتشر كتير جدا لمجموعه من اللعيبه اللي كانت موجوده في المطار بالصدفه قابلوه هناك وهم معاهم الكاس، ولفوا حواليه وحفلوا عليه وعملوا معاه الواجب وزياده. خلينا اتكلم ان الحركات دي بالنسبه للجمهور من وجهه نظري دي حركات عاديه، ممكن احنا كجمهور اهلي وزمالك نتقبل ان احنا نلعبها مع بعض. بس ما كنتش اتمنى ان المشجع ده يحط نفسه في الموقف ده مع اللعيبه. مش عايز اللعيبه تعمل فيه كده، بس برضه مش عايز المشجع ان هو يروح يستفز اللعيبه بالمنظر اللي هو راح حاول يعمله في اول المباراه. واحنا ولاد بلد واحده يا اخي، يعني حتى من عيب كده. يعني احنا حتى لو احنا اتنين اهلي وزمالك بناكل في بعض، ناكل في بعضينا هنا مع بعضينا، لكن ما نطلعش بره يعني نفرج نفسنا للغرب. في الاخر هو انا وجهه نظري ان المشجع ده هو اللي عمل في نفسه كده، ولكن برضه الرده كانت تقيله قوي يا رجاله، برضه ما كانتش ينفع تبقى كده. طب لا بجد بقى، بجد مشاكل. يعني خلينا اتكلم ان حراسه المرمى، انا شايف ان مصطفى شوبير ادى في المباراه الاولانيه بشكل كويس، ولكن مصطفى شوبير ينقصه بعض من الخبرات والدقائق. فاحنا محتاجين الفتره اللي جايه نبتدي نوازن شويه ما بين الدقائق اللي بيلعبها الشناوي والدقائق اللي بيلعبها علي لطفي او شوبير. بما ان انت شايف ان شوبير هو الامل وهو اللي هيكمل، فلازم تديله بعض من الدقائق حتى لو في مباريات الكؤوس او الحاجات اللي زي دي، علشان يبقى عندك حارس تاني جاهز. لو مش هيبقى شوبير هيبقى علي لطفي، ما عنديش مشكله، بس لازم الاثنين الحراس اللي تحتيك ياخدوا عدد دقائق اكتر علشان يقدروا يأدوا بالطريقه اللي انت عايزها وقت ما تحتاجه. ما بقولش نشتري حارس مرمى، بس اللاعب اللي عندنا. والحته بتاعت معلول بقى، ان المشكله اللي انا بقول لك ان معلول كان ممكن يخرج من البطوله دي بكارثه كبيره، الا ان هو رصيده كبير ويشيل. بس لازم نفكر في الراجل، يعني معلش الراجل ملوش بديل، واحنا عارفين كده من الاول. حتى محمد اشرف اللي موجود ما قدرش ان هو يأدي بشكل كويس. فبالتالي الفتره اللي جايه المفروض ان انت تكون بتفكر ازاي تحل المشكله ديت، وازاي انك تجيب باك شمال جاهز يكون مع معلول ويشيل معاه، مش فكره صغير ولسه هياخد خبرات، لا انت عايز واحد جاهز بيشتغل على طول. ولا كلام ولا بديل عن المهاجم. احنا مش هنضحك على بعض يا اخوانا، احنا عندنا كهربا وعندنا محمد شريف. كهربا شايل الدنيا شويه، بس كهربا اصلا مش هيقدر يشيل كمهاجم. وعندنا بيرسي تاو خلاص اتوظف كوينج. فمن الاخر انت محتاج مهاجم، المهاجم ده لازم يكون بمواصفات قويه ومواصفات كويسه، بيقدر يلعب مع المهاجمين اللي حواليه، بس اهم حاجه ان هو يكون مهاجم هداف. انا مش عايز مهاجم يجيب لي 15 ولا 9 ولا 7 تجوان في الموسم، ده بالنسبه لي مش مهاجم، الطرف بيجيب اكتر منه. فبالتالي ان المفروض يكون عندي بروفايل مهم جدا للعيبه الاجانب. واللي انا عارف ان في اسامي كتير بقى اليومين دولت، طبعا ده موسم حصاد البلايلي وموسم حصاد بونجاح والناس دي كلها، فيا ريت يا جماعه ايه يعني نصبر شويه، بس احنا محتاجين فعلا مهاجم. وحاجه تانية مستفزه حصلت وهتخليني هنا اتكلم على الطرف الشمالي الاجنبي اللي احنا جايبينه، هو برونو سافيو. ان برونو سافيو ما نزلش اي صوره لاحتفالاته مع الفرقه او اي صوره لاحتفالات زمايله، هو نزل صوره ليه هو فقط لا غير، زي ما انت شايف قدامك كده 3 اشكال هو بس، هو بقى بطل دوري ابطال افريقيا وخلاص. فبالتالي هو الراجل ده هيمشي، بس احنا عايزين نجيب لعيب تاني مكانه، عايزين برضو يبقى عندنا طرف شمال قوي. حسين الشحات هو اصلا طرف يمين، بس احنا بنوظفه في الشمال في الفتره الاخيره علشان عبد القادر لا مؤاخذه بعافيه شويه، ولكن عبد القادر نزل برضو وراح عمل شويه حاجات كده في الماتش ما كانش ليها يعني، كانت ممكن تيجي منها حاجه بس ما جاتش منها حاجه. فاحنا يا جماعه محتاجين طرف شمال علشان يبقى الجبهه اليمين فيها منافسه ما بين الشحات وما بين بيرسي تاو. اخر حاجه بقى هقولها لك في الفيديو ده، لازم تبقى عارف ان احنا هنلعب كاس العالم للانديه الفتره اللي جايه، هنلعبه ان شاء الله في السعوديه ولسه هيتحدد ميعاده. هيكون معاك بقى اتحاد جده لان هو بطل الدوري السعودي، ومش هيبقى معاك حد من اسيا، هيبقى معاك فريق ياباني وفريق مكسيكي كده برضو مش عارف ايه، ومعاك طبعا مانشستر سيتي.
مانشستر سيتي التي ليس لها اي تاريخ، اي تاريخ على الاطلاق في دوري في بتاع في كاس العالم للانديه. انت عندك 2 برونزيه وعدد من المشاركات كبير جدا، فانت هتلاعب مانشستر سيتي اللي لازم تاخد منه البطوله. تمام، خد منه البطوله بقى. وعلى ذكر كاس العالم للانديه، ففي كاس العالم للانديه اللي هو هيتلعب 2025 اللي هو هيبقى بعدد كبير جدا من الفرق. المفروض ان هم هياخدوا ابطال دوري ابطال افريقيا في 2021 2022 2023 و2024. طيب 21 الاهلي، 22 الوداد، 23 برضو الاهلي. الله، طب مين اللي يجي مكان الاهلي؟ طب الوصيف بتاعه، طب ما هو الوداد، طب ما هو الاهلي والوداد كده داخلين بثلاث تنفار، مش هينفع، فهيجيبوا حد مكانهم. طيب مين اللي يتجاب مكانه؟ طبقا للائحه اللي محطوطه بتاعه كاس العالم للانديه بتاعه 2025، هيكون طبقا للتصنيف بتاع الكاف في اخر 4 سنين. والتصنيف بتاع الكاف في اخر 4 سنين بيحط لك اول 4 فرق الاهلي، وبعديهم الوداد، وبعد الوداد الترجي، وبعد الترجي صن داونز. نقطة، بلاش نقطة يا سيدي. بعد صن داونز مين؟ الرجاء المغربي. يجي بعديهم انت عارف مين. بس وانا حبيت بس اقول لك المعلومه دي عشان تبقى عارفها. يا ريت تشترك على القناه وتدينا لايك حلو على الفيديو ده. اللينكات بتاع السوشيال ميديا كلها موجوده تحت، يا ريت تروح تشترك عليها. واشوفك الحلقه الجايه. سلام عليكم.